السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن ازاي نثبت كالي لينكس بالطريقة الصحيحة 100%، وبإذن الله مفيش أي أخطاء، وبإذن الله تلاقي النسخة أقوى بكتير جدا جدا بإذن الله، وبدون أي تعقيد. ولو في أي تعقيد عند أي حد يبعت لي أو يسيب لي كومنت، وأنا بإذن الله هرد عليه يسيب لي كومنت، وبإذن الله هرد عليه في أسرع وقت. طيب ننتقل على الشرح على طول من غير كلام كتير بإذن الله. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هندوس هنا على هنقول له هنا كالي دوت اورج، نروح على المتصفح عادي. تمام، كالي دوت اورج. هيظهر لي الواجهة دي على طول. هندوس هنا داونلود، هيجي لي المنطقة دي كده بالكامل. احنا كده هننزل عندنا الفي ام وير. تمام، فاحنا هننزل كده بالتالي تحت خالص بالظبط كده. احنا كده وصلنا هنا للمنطقة اللي احنا عايزينها بالظبط. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده احنا جينا وصلنا للمنطقة دي. هنا هنختار المنطقة بتاعتنا، هنختار النسخة بتاعتنا اللي احنا عايزينها. النسختين دول النسخ ديت ممتازة جدا جدا، وتقدر تستخدمها على طول، مفيش أي مشكلة. دي زي نظام أنظمة أو نسخ أسبوعية. تمام، فاحنا مش عايزين إن احنا نستخدمها أسبوعيا أو هكذا على طول. خد بالك إن احنا عايزينها نشتغل بيها على طول، مفيش أي مشكلة. طيب هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على النسخة دي الفي ام وير دي. تمام، بتدوس عليها بتبدأ معاك على طول التنزيل. انا عشان منزلها قبل كده فانا مش محتاج ان انا انزلها من جديد. الملف هيظهر عندك بالتالي بالشكل ده، هيظهر عندك بالشكل ده. فانت هتفك الضغط عنه في مكان انت هتشتغل عليه، اللي انت هتشتغل عليه على سبيل المثال في الدي. هندخل هنا على هتسيبه مثلا تحطه هنا في السي مثلا او في الدي او ايا يكن، في اي مكان انت حابه. هتستخرج الملف عادي، مفيش اي مشكله. تمام، استخراج الملف هيكون زي بالتالي كده، زي كده بالظبط. تمام، سيف فايل، وهتختار المكان اللي انت هتحط الفايل ده فيه. انا حاطه في الدي فعادي بالنسبه لي احطه في اي مكان. طيب تاني حاجه هنروح هنا على الفي ام وير. هنروح هنا نكتب في ام وير. هتلاقي بالطريقة بالشكل ده. تمام، أنا اللي هو الأفضل إنك تستخدم النسخة الأصلية من الموقع الأساسي. تمام، بس النسخة ديت بتقعد معاك 14 يوم بالظبط وبتنتهي. فأنا بالنسبة لي أنا ما بستخدمش النسخة الأصلية أو النسخة الأساسية من هنا. أنا بروح أشتغل عليها زي نظام مكركة مثلا أو فيها شوية تعديلات. ده المكان الافضل اللي انا بجيب منه النسخه بتاعتي، اللي هو المكان ده. بجيب النسخه البرو وبتشتغل معايا 100% عادي، مفيش اي مشكله، ومفيهاش اي فيروسات الحمد لله، وجميله جدا جدا وبتشتغل معايا. اول ما بتنزل النسخه عندك لحظه واحده بس عشان بينزل هنا بيحمل. انا مش عايز هنا احمل ده. تمام. طيب انا هنا عندي النسخه بتاعتي او الفي ام وير بالطريقه دي بالشكل ده. لحظه واحده تفتح. انا هيظهر عندي بالشكل ده. انا اقول له هنا كرييت، يقول لي هنا يجيب لي الواجهه دي. اقول له نيكست. تمام، وهندوس هنا على المجلد ده بالظبط او المكان ده بالظبط علشان نختار النسخة بتاعتنا. فهنروح ناخد النسخة بتاعتنا على سبيل المثال. النسخة بتاعتنا هتلاقيها في المكان اللي انت أول ملف اللي هو عندك، اللي هو اللي انت فكيت الضغط عنه. بتدوس عليه دوسة واحدة، دوستين بالظبط مثلا على سبيل المثال كده، وهتلاقي الملف بتاعك هنا بالظبط. تمام، وتقدر تستخدمه مفيش أي مشكلة. أول ما تدوس عليه وتدوس أوبن هيتفتح معاك وهيتكتب هنا اسم الملف بالكامل. تمام، وتدوس نيكست بالتالي، وخلاص على كده بيتسطب معاك النظام. هيظهر معاك بالشكل ده. انت هتختار زي كده بالظبط.
هيظهر عندك بالشكل ده. عشان انا فاتح بس النسخة هنا، فانا هضطر ان اقفل دي كده. تمام، شكرا. نروح هنا، بالتالي هنروح ندوس هنا بالظبط وندوس اوبن، مفيش اي ادنى مشكلة. هيظهر عندي بالشكل ده، او مش هيظهر بالشكل ده عندي، معلش انا بعتذر جدا جدا. هنفصل ده خالص، هنفصل ده خالص، بحيث ان احنا نشتغل اكننا من جديد جدا. هيظهر عندك بالواجهة دي. تمام، او يظهر مفيش شكل ده عامة. تمام تمام. هتدوس هنا، اول ما يظهر لك الواجهة ديت، هيظهر لك هنا اسم الملف بتاعك او اسم النسخة بتاعتك. هتدوس هنا على الايديت او الايديت سيستم. تمام، بالظبط كده. هنا الملف، هنا هتختار اللي هو الميموري بتاعك، يعني انك هتختار الملف الميموري بتاعت الذاكره بتاعتك. تمام، والنواه لو عندك، شوف النواه بتاعتك برضو تستحمل لحد كام وترتبها، مفيش اي ادنى مشكله. وعندك هنا هتلاقي الملف بتاعك بالكامل في المكان اللي انت حاطه فيه. تمام، انصحك الهارد ما يكونش مثلا، الهارد مثلا ممكن تخليه 100 جيجا مثلا، لو عندك مساحه اكبر او اقل. فانت بتختار النسبه اللي انت تشتغل عليها مثلا، او التخزين اللي انت تشتغل عليه. انا مختاره هنا 80. تمام، مفيش اي ادنى مشكله. وهتيجي عند الشبكات هنا، هتلاقي هتدوس هنا على الشبكات، هتلاقي اللي هي هتختارها هنا النات. تمام، اللي هو النتورك يعني عامه. واليو اس بي، كل حاجه هنا زي ما هي، مش هتغير اي شيء. تمام تمام. وتدوس هنا اوكي. تمام، وتدوس هنا اوبن على طول. تمام، يظهر معاك بالشكل ده. لحظه واحده بس عشان كنت شغاله. تمام، هيظهر عندك بالشكل ده. لحظة واحدة، نعمل هنا ستارت. هيظهر عندك بالشكل ده كده. تمام، هتدوس انستول. هيفتح عندك بالواجهة دي كده على طول. هيظهر عندك بالواجهة دي. هنا الباسورد هنا عندك كالي، وهنا برضو اليوزر نيم الكالي والباسورد كالي. ممكن نقدر نغيرهم تاني من جوه لو احنا عايزين، مفيش اي مشكلة. ولو رجعنا على الموقع الأساسي، هتلاقي هنا بيقول لك هنا النسخة أو الملف، أو النسخة هنا الباسورد كالي واليوزر نيم كالي. تمام تمام. دي الواجهة الرسومية، هتلاقي فيها التلات أشياء دول. تمام، اللي هو السيستم وتراش والهوم. تمام تمام. دي ذاكرة عادي، ده مكان التخزين، ده اللي هو المجلدات والكلام ده كله. تمام، عندك ممكن نقدر نعمل هنا على سبيل المثال هنا الأدوات بتاعتنا بالكامل. تقدر تبحث عن أي أداة زي إماب، هيئة إماب مثلا، ريسكان، أو أيا يكن من أدوات الريد ماب مثلا. وعندك على سبيل المثال اير كراك. الاير كراك عندك هنا كل شيء، والميتاسبلويت وهكذا. وعندك أكتر من أدوات. كل الأدوات دي كلها مجانية ومدفوع، اللي هو مش مفتوحة المصدر عامة. تمام تمام، مفيش أي مشكلة. عندك هنا ده سطر الأوامر أو التيرمينال، ده المكان اللي احنا هنشتغل عليه. هيكون عليه أغلب شغلنا أو الشغل عامة بالكامل. عندك هنا أول أسطر احنا ممكن نعملها، اللي هو سودو apt عندك هنا update. هندوس انتر، هندوس هنا كالي.
هيبدأ معايا على طول إن هو يعمل لي هنا أبديت للنظام، ولو كان في أي مستودعات ناقصة أو مش موجودة بينزلها أو بيرتبها على طول بإذن الله. عبال ما يخلص هنا نروح احنا مثلا على سبيل المثال نروح ندخل هنا في مكان تاني. دي كلها أماكن تقدر تشتغل عليها، ده يعني زي نظام ايه، غرفة أولى، غرفة تانية، غرفة تالتة، غرفة رابعة. تقدر تشغل الأربع غرف دول في كل غرفة منهم مثلا لشيء معين. تمام. لو أنت بتشتغل على أكتر من حاجة في نفس الوقت، علشان ما تفتحش تيرمينال كتير في مكان واحد، ومش هتقدر إنك اللي هو إيه أنت تواظب عليهم كلهم مثلا، أو تتنقل ما بينهم على طول. فانت هم عاملين لك هنا الاربع غرف دول تقدر تشتغل عليهم، مفيش اي ادنى مشكله. على سبيل المثال احنا عشان المكان التاني بيكون او بيعمل ابديت حاليا، المكان ده هنشتغل مثلا عليه اي اللي هو ايه، ناخد فكره بس عن سطر الاوامر. سطر الاوامر هنا زي ما قلنا هنا الاس بيظهر لك هنا الملفات الموجوده. تمام. في النظام هنقول له هنا كلير عشان نمسح الكلام ده كله. هندوس هنا ال DWD عشان نعرف احنا فين في التيرمينال، او الواجهه ديت بتاعت ايه. بيقول لك هنا الواجهه هنا اللي انت في الهوم، انت في النظام في مجلد اسمه الهوم، والمجلد الهوم ده اسمه في مجلد تاني اسمه كالي. تمام. وهنعرف الكالي ده في ايه بالظبط. تمام. هنقول له هنا مثلا، هنقول هنا سلاش هوم، وهنقول له سلاش تاني كالي، هنقول له الاس، هنقول له انتر، وبعدين الاس. هنشوف هنا الكالي ده النظام ده الكالي ده في ايه بالظبط. هنقول الملفات دي كلها. طيب انا عايز ادخل مثلا على سبيل المثال، عايز ادخل على ملف اللي هو اسمه الديسكتوب. هنقول له هنا بس كلير الاول، وهنقول له هنا نرجع تاني من فوق. تمام. هنكتب هنا ديسكتوب، ونقول له الاس. هيظهر لي هنا الملفات اللي في الديسكتوب، او الملفات اللي في الديسكتوب دي الملفات والمجلدات والصور اللي في الديسكتوب زي ما انت شايف هنا بالظبط. تمام. على سبيل المثال انا عايز ادخل هنا على سبيل المثال هنا عايز ادخل على بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو ملف اللي هو اسمه XSS. هنقول له هنا CD اللي هو عرض الملف اللي هو اسمه، او الشيء اللي اسمه XSS اللي موجود في الديسكتوب هيظهر لي هنا. طيب انا دلوقتي مش عارف المجلد ده اللي هو فيه ملفات فعلا او ما فيهوش ملفات، فهنعمل التالي اللي هو هندوس هنا ls. هيظهر لي هنا الملفات الموجودة في النظام ده او المكان ده او المجلد ده. طيب خلينا نرجع هنا تاني على نرجع تاني هنا المكان ده. هنبص هنا نلاقي ان هو فعلا هنا خلص الابديت. هنعمل تاني هنا ابجريد، سود ابجريد. ابجريد، معلش احنا كده كتبناها غلط. انا اقول له هنا واي، هو هنا بيستكشف الملفات او المستودعات الموجوده في النظام، وبيرجع تاني ان هو ينظمها ويعدل عليها لو فيها اي تولف او اي شيء بيرتبها، وبيحذف اي شيء تالف وهكذا. تمام. خلينا نرجع تاني هنا، هنقول له هنا كلير. هنعمل هنا كلير
هنا عايزين برضو نعرف احنا فين في المجلدات. هنقول له هنا BWD، معلش BWD. هيقول لك هنا انت في المكان اللي هو اسمه انت هنا في الهوم، وعندك هنا بعد الهوم عندك في النظام، وبعد كده عندك الهوم، وبعد كده عندك كالي، وبعد كده عندك انت في مجلد اسمه الديسكتوب او في مكان اسمه الديسكتوب. طب والمكان اللي اسمه الديسكتوب ده عندك نظام او في ملف تاني اسمه الاكس اس اس. تمام، ده انت الموجود حاليا فيه. تمام تمام. طب انا لو عايز ارجع مثلا خطوه ورا، عاوز انزل للديسكتوب، هقول له سي دي، وهنقول له هنا نقطة نقطة، وهندوس انتر. هيرجعني تاني اللي هو النظام اللي هو او المجلد اللي هو اسمه الديسكتوب. تمام تمام زي ما انت شايف. طب انا لو عايز ارجع تاني للي هو النظام، هقول له هنا سي دي، وهنضيف النقطة اللي هي العلامة دي. هيرجعنا تاني للنظام بتاعنا، هنقول له الاس، نشوف احنا فين. تمام، احنا دلوقتي في المكان ده. طيب انا عايز ادخل مثلا على اي مجلد تاني، هقول له هنا سي دي، وعندك اف اف على سبيل المثال. هندخل عند الملف اللي تحت ده. تمام، هيدخلنا عليه. هنقول له هنا الاس، هيظهر لي هنا الملفات او الاشياء الموجوده في الملف ده. تمام. طيب انا عايز ارجع تاني زي ما اتعلمنا. تمام، وهندوس هنا الاس، وهندوس هنا لو عايزين ندخل مثلا على الفيديوز، هندخل هنا على الفيديوز، هيدخلنا عليه. هندوس هنا الاس. للاسف انا ما عنديش اي فيديوهات على الكالي لينكس، بالتالي انا بالتالي هو هنا ظاهر لي ان ما فيش اي مجلدات نهائيا في المكان ده. تمام تمام. تعالى كده نشوف الابجريد خلاص ولا لسه. لسه هياخد وقت طويل جدا جدا عبال ما يخلص، لان في مستودعات كتيره جدا انا للحقيقه انا لسه ما خلصتهاش، او انا ما ثبتهاش للاسف، فعشان كده بياخد وقت طويل. بالتالي دي كانت آه، فيديو مثلا فيديو عن ازاي اتعلم كالي لينكس او ازاي استخدم كالي لينكس. بالتالي مفيش اي ادنى مشكله فيه وبالطريقه الصح. متنساش فولو ولايك والاشتراك، علشان احنا هننزل ان شاء الله بعد الفيديوهات دي باذن الله هننزل الدورة الخاصة بالدورات الخاصة بالريد تيم والبلو تيم والسوك اناليست. والسوك اناليست مطلوبة جدا 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 في الشركات زي النظامين او الدورتين التانيين بالظبط، بس السوك اناليست مطلوبة 100% لا محال. تمام، وبيطلبها من اقل الشركات لاقوى الشركات في العالم، وتقدر تشتغل عليها بيها على طول. ممكن تشتغل كمان فريلانسر عادي جدا، مفيش اي ادنى مشكلة. ما تنساش فولو لايك وشير، ولو واكتب لي تحت في الكومنتات عايز نبدأ بأي فيديو أو أي كورس الأول. ولو عندك أي مشكلة أو أي مشكلة في تثبيت النظام ابعت لي على طول، وبإذن الله هرد عليك. كان معاكم ريد اكس دارك، وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.